اول حاجه هعملها هاخد علبه الفول بتاعتي، افتحها، صفي الميه اللي فيها واغسلها كويس واحطها على النار مع شويه ميه صغيرين. انا ابتديت اقطع الخضار من غير ما اقول لكم انا هحط ايه جوه الفول. انا هحط فلفل اخضر، انا مش بحب الرومي في الوصفه دي، بس لو انتوا عايزين تحطوا رومي او تحطوا الوان حطوا. انا بحب الفلفل الاخضر اللي هو مش تخين مش زي الرومي. وبحط بقدونس، طماطم بحطها مع الساندوتش ترانشات كده، وبحط ملح وفلفل وكمون وطحينه وزيت وتوم، توم عادي، فصين توم مهروسين، وطبعا ليمون. انا حطيت الفلفل والبقدونس زي ما انتم شايفين، واروح حاطه عليهم الطحينه. انا هحط معلقه كبيره مليانه قوي طحينه، طعمها بيبقى حلو قوي فيها. وبعد كده احط الثوم، احط كل التوابل بتاعتي، كل الحاجات دي مع بعض حلوه قوي. ريحه الخضار مع الثوم مع الليمون مع الطحينه والتوابل غير طبيعيه، ريحه حلوه قوي قوي. هقلبهم حلوه قوي مع بعض، وهحط شويه زيت اقلبهم بيهم مع بعض، وهخلي باقي الزيت احطه لما احط الفول. الفول بتاعي طبعا هو سخن وانا هرسته كده، هقلبهم بقى مع بعض. الريحه ايه يا لهوي، نفسي قوي لو الكاميرا تقدر تعبر وتوصل الريحه اللي انا شماها دلوقتي اللي طالعه من الفول. انتوا هتقولوا عليا طبعا عبيطه، ده فول، بس الفول ده احلى حاجه في الحياه، وصدقوني بالطريقه دي تبسطوا بيه قوي. انا هكمل بقيه انا بحب زيت كتير، سوري معلش، انا بحب احط زيت كتير على الفول بحبه يبقى عايم كده. هقلبه كويس. انا كده خلاص خلصت طبق الفول بتاعي. شايفين منظر العيش؟ العيش ده انا اللي عاملاه وبجهزه، يعني بعمل كميه كبيره وبجهزها واحطها في الفريزر. لساني يعجز عن الوصف بصراحه يعني. دي احلى اكله حرفيا انا اكلتها من وقت ما صمت. ولا تقولوا بقى سمك ولا محاشي ولا اي حاجه خالص، لازم تجربوه وتبعتولي. ولو عايزين طريقه العيش قولوا لي ونعمله مع بعض. هروح بقى انا دلوقتي اكل الساندوتش بتاعتي.